هلا هلا، مساكم الله بالخير والنور والسرور. راح نسوي كيكة بالبرتقال. أساس الكيكة هو نفسه أساسها في كل كيكة نسويها، لأنها أسهل شيء، ولأنه تسويها بالخلاط بدل ما تطلع العجان ولا حوسة. المهم عندي 3 بيضات، 3/4 الكوب سكر، كوب عصير برتقال، ملعقة كبيرة مو ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بشر برتقال. وهذا اللي هو بعد ما عصرت البرتقال هذا اللي بقى في العصارة من فوق، فراح أحطه، ما راح أكبه. وعندي نص كوب زيت وكوبين وربع من الدقيق المنخول. حطيت البيض بالخلاط وراح أحط عليه السكر، وراح أحط معاه بشرة برتقال، ونخفقهم كويس بالخلاط، وبعدين نحط عليهم الزيت. بعد ما انخفق البيض تغير حجمه تغير لونه، راح أضيف عليه الزيت. بسم الله. وراح أضيف عليه عصير البرتقال، كوب كامل عصير برتقال معصور طازج. وراح أحطهم كمان شوي بالخلاط، وبعدين نحطهم على الدقيق والبيكنج بودر والبرتقال اللي طلع من عصير البرتقال. الحين راح أصب اللي بالخلاط، البيض والسكر والزيت وعصير البرتقال كله فوق الدقيق، وراح أحط البيكنج بودر، وأحط اللب اللي نزل من عصير البرتقال وقت ما عصرناه. والحين نقلب بشويش. زودت كمان ربع كوب من الدقيق، طلع مرة خفيف، فراح أخلط الحين ونشوف. عندي قالب الكيك دهنته بالزيت والدقيق، وراح أرش أصب فيه الخليط. ورجعنا مرة ثانية. عندي هنا كريمة الحلويات، حطيتها على النار بس شوي لغاية ما سخنت من غير ما تغلي. وعندي هنا الشوكولاتة اللي بشرتها، فراح أحط الشوكولاتة على الكريمة وأقلبهم مع بعض كويس لغاية ما تذوب الشوكولاتة تماما. تقريبا ذابت كلها. الطعم فنان. ليش أنا حطيتها بالثلاجة؟ شايفين الشوكولاتة؟ أنا ما أبغاها تصير زي البركان سايحة، لا أبغاها تكون متماسكة شوية، يعني ماسكة نفسها شوية، شايفين؟ فبس عشان كذا